السلام عليكم. الفيديو ده انا عاملاه مخصوص علشان في نصيحة مهمة جدا جدا جدا، لازم تاخدوا بيها جدا جدا جدا. وزي ما بنقول كده النصيحة دي تحطوها حلقة في ودانكم، لان لو ما خدتوش بيها هتخسروا كتير جدا وهتندموا جدا، وهيبقى ندم بعد فوات الاوان. طيب النصيحة دي ايه؟ النصيحة دي خلي بالك او خلي بالك من صحتك. والنصيحة دي انا بنصح بيها الستات الاول قبل الرجالة. ليه؟ هقول. اولا بشكل عام صحتك هي اهم حاجة، هي راس مالك. صحتك دي اللي هتخليك واقف على رجليك، قادر تنزل شغلك، قادر تسعى على رزقك، قادر تقف وسط بيتك تربي أولادك، قادر تطيع الله سبحانه وتعالى، قادر تنزل تروح المسجد، قادر تقيم الليل، قادر ان انت تسعى على الكسب زي ما قلنا، قادر لما الكسب ده يجيلك والرزق يجيلك فتتصدق فتعمل حاجات كتير. فانت صحتك متوقف عليها حاجات كتير جدا جدا. قادر تسافر، قادر تروح، قادر تيجي، قادر تبقى مستقر نفسيا. الواحد لما صحته بتتأثر حالته النفسية بتتأثر على طول. طب انا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ان لبدنك عليك حق. مش لازم تروح او تروحي للدكتور وانتوا يعني على الاخر تعبانين جدا. والجملة الشهيرة اللي بنسمعها من دكاترة كتير: ليه ما جيتش اول ما حسيت بالتعب؟ ليه يا ستي اول ما حسيتي ان جنبك وجعك ما جيتيش مباشرة؟ ليه تجيلنا على الحروقرك وتبقى زايدة وعلى وشك الانفجار واجري بيها على العمليات؟ ليه نعمل كده في نفسنا؟ الصحة يا جماعة محدش هيقدر يرجعها لكم. لا قدر الله، لا قدر الله حصل لحد حاجة في صحته، محدش يا جماعة بياخد من صحته ويديك، محدش هياخد من نفسيته ويديك. من الآخر، من الآخر مهما كان محبته ومعزتك عنده، مهما كان كل الكلام الحلو ده، بس هيعمل لك ايه؟ آخره هيجي معاك مرة عند الدكتور، هيطبطب عليك، هيقول لك خد الدواء، خلي بالك من نفسك، وخلاص سلام عليكم. فالنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. وزي ما بيقال ان الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. احنا لما يكون صحتنا كويسة بالتالي هنقدر نعمل كل حاجة. هنسعى على رزق، هنسعى على دراسة وطلب علم، هنسعى ان احنا ناخد بالنا من ولادنا، هنسعى ان احنا نكون امور بيتنا مستقرة وحلوة وماشية تمام بفضل الله. كل حاجة بتبقى متوقفة على الصحة. هقوم مع بيتي اروقه، انضفه، اخد بالي من حاجات كتير، ده عشان الصحة. طب انا ليه قلت في الاول، في اول الفيديو، انا يعني بتكلم بشكل عام ولكن الستات بشكل خاص؟ ليه بقى؟ اقول لكم ليه. لان الستات في النقطة دي بالذات بتيجي على نفسها كتير جدا جدا. بتيجي على نفسها ليه بقى؟ طبعا احنا كلنا كستات بنبقى يعني عندنا جزء التضحية ده بيبقى عالي شويتين تلاتة، وباجي على نفسي عشان خاطر بيتي واولادي وعشان زوجي وعشان حبايبي وعشان اختي وعشان امي وعشان اصحابي، وممكن انسى نفسي تماما تماما. هتقولي لي مش كل الستات كده، انا عارفه ان في ستات بتكبر دماغها، او مش هسميها بتكبر دماغها، على فكره بيبقى في ذكاء، انها عارفه كويس هي بتعمل ايه ومن غير ما تزعل حد. لكن الشخصيات دي اللي هي بتهلك نفسها تماما تماما وتهد نفسها تماما وشايلة مسؤولية كل حاجة في البيت من الألف للياء، وبتيجي آخر الليل مهدودة. مهدودة بمعنى كلمة مهدودة. لا قادرة تقعد مع أولاد، ولا قادرة تقعد مع زوج، ولا قادرة تشوف الولاد عندهم واجبات ولا حاجات ولا بتاع ولا ايه، مش قادرة تعمل أي حاجة. طيب يا ندى أنا هقول لكم بقى اللي هيتقال: طب ما هي دي مسؤولياتنا، ولو احنا ما عملناهاش مش هتتعمل. طيب تمام، كلام جميل جدا. هي المسؤوليات دي مش ممكن تتوزع؟ مش ممكن تتقسم؟ مش ممكن تطلبي من زوجك انه يعمل حاجة وحد من ولادك الكبار يعمل حاجة انتي حاجة؟ مش ممكن تتقسم على ايام؟ مش لازم كلها في نفس اليوم؟
انت في الاول كده تقولي لا والله ما ينفع، ده تمارين، ده دروس، ده مش عارف ايه، ده ابصر ايه اقعدي كده بالراحه مع نفسك. شوفي لما انت بتطلعي كل يوم السلم شايله اكياس في ايديكي لدرجه ان رقبتك ساقطه كده، رقبتك ساقطه مش قادره ترفعي رقبتك من الاكياس اللي انت شايلاها دي، كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما يجيلك الديسك، او تلات ارباعنا اصلا عندنا ديسك وعندنا حاجات قد كده. طب هو الحاجات دي ما كانش ينفع تتقسم على مثلا على مرتين؟ كانش ينفع تطلبي جوزك تقولي له ممكن تجيب معاك 1 2 3؟ ما كانش ينفع حد من ولادك ينزل يعملها؟ احنا ليه بنصعبها على نفسنا وليه بنتعب نفسنا ونفضل في الدوامه دي بقى؟ وانا عارفه نطلع من المدرسه نودي الولاد الدروس، بعدين نودي التمرين، بعدين نرجع البيت يلا عشان نعمل اكل بسرعه، يلا نروق، يلا احط المواعين، يلا احط دور غسيل، انشر بسرعه. الدوامه اللي انت عايشه فيها دي، ده غير بقى تيجي في يوم الاجازه، انت يوم الاجازه ده انت عايزه ترتاحي تاخدي نفسك، لا ما انا يوم الاجازه، ما انا طول الاسبوع ما كنتش بنظف، فانا اصلا بنظف يوم الاجازه، فبالتالي انت في هلكه وفي دوامه طول الاسبوع. مش طول الاسبوع بس، ده انت طول الوقت. حبيبتي مش هينفع كده. مين المتضرر الاول؟ انت. مين اللي بيتعب الاول؟ انت. يوم ما بتتعبي لا قدر الله بعد الشر عليكي يا رب وبتقعي، ونتكلم بصراحه بصراحه، الا من رحم ربي، مين بيشيل عنك؟ هل الزوج بيشيل؟ الا لو في بعض الازواج يعني متعاونين وناس جميله كده ممكن يساعد، لو ساعد مره هيساعد التانية. شغله عنده مفروض ان هو هينزل، اولادك هيشيلوا، هيقدروا خصوصا لو هم صغيرين. حطي سيناريوهات كتير قدامك. الام في الوقت اللي احنا فيه ده، طبعا الاب على عيننا وعلى راسنا وراعي ومسؤول عن رعيته كل الكلام ده، لكن الام عمود كبير جدا في البيت. لا قدر الله وقع او اتكسر، خلاص المؤسسة دي بتبدأ تنهار. الاول عشانك تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك، عشانك، ثم علشان اللي موجودين في رقبتك دول. انت اي حاجه، الولاد اول ما بيخشوا من الباب بيعملوا ايه؟ ماما فين؟ ماما جت؟ ماما فين؟ طب لما يخشوا بقى مره، بعد الشر عنك يا رب، ماما تعبانه، ماما في السرير، ماما مش موجوده، ماما لا قدر الله راحت المستشفى، ماما. طيب مش هنقول عشان خاطر الاولاد، عشان خاطر صحتك انت هتبقي مبسوطه وانت هلكه روحك قوي كده وانتي مستميتة قوي كده؟ عارفين الجملة اللي بتتقال دايما وشفتها كتير على السوشيال ميديا، اللي بتتقال ايه؟ وانتي راكبة قطر التضحيات ومقطعة روحك، مقطعة روحك جدا جدا في القطر ده، خلي بالك وانتي في اخر محطة كده اسمها محدش طلب منك. وعلى ارض الواقع المحطة دي موجودة وبتتقال في وشك، سواء كان من بعض الازواج او من بعض الاهل او من بعض الاخوات، محدش طلب منك. طيب معناها بقى ان انا ما بقاش بعطي، ما بقاش بضحي عشان حد او ادي بحكمة وبتوازن، اعطي بحكمة وبتوازن، اضحي بحكمة وبتوازن. مفيش حاجة تيجي عليا، مفيش حاجة تيجي على صحتي ابدا مهما حصل، الا اذا امك محتاجاكي في حاجه يعني ضروريه وبرا بيها وهي محتاجه خدمتك وما الى ذلك، ودي تتوازن كمان، لانك لو تعبتي ووقعتي مش هتقدري تعملي لها حاجه برضو. فلازم تاخدي بالك من صحتك وتنظمي وقتك. طب هعمل ايه؟ انت يا ندى عماله تقول لنا اوعوا اوعوا وخلوا بالكم من صحته، هاتلنا بقى الايه العملي، هاتلنا المفيد. المفيد يا ستي، المفيد ان انت لازم ترتبي اولوياتك في البيت. ايه اهم حاجه عندك في البيت اللي لازم تتعمل الاول؟ اول حاجه العيال بيرجعوا المدرسه عايزين ايه؟ هل بيدوروا على البيت نظيف ولا لا؟ بيدوروا على الغسيل الغسل ولا لا؟ ولا بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على اللقمه اللي يجي ياكلوها. ماما انا جعان قوي، جاي من المدرسه جعان قوي. اولوياتك انت هتعملي لهم الاكل اللي هم يرجعوا يتغدوا. تمام؟ بعد ما يتغدوا وناخد نفسنا كده كلنا كأسرة، خصوصا لو انتي مرأة عاملة اصلا وكل البيت بيبقى طالع وراجع بعد يعني قبل العصر بشوية، هتقسمي معاهم يا ولاد النهاردة انتوا هتشيلوا السفرة او هتلموا الاكل اللي كلناه وهتغسلوه، هتغسلوا اطباقكم، كل واحد يقوم يغسل طبقه. زوجك لو في حاجة تقيلة
محتاجه تتجاب من بره، او في حاجه في البيت تقيله محتاجه تتشال، هو اللي هيعملها. والله يخليكوا، لان في نماذج كتير جدا انا اعرفها شخصيا تتعافى على نفسها، وشيل يلا المرتبه هوب يروح ظهرها مطقطق، شيل يلا الانبوبه واعمل مش عارف ايه، لا ما وتروح مش عارفه ايديها مجزوعه ولا بتاع. ليه نعمل كده في نفسنا؟ ليه؟ ما الراجل اهو ربنا خلقه بقوه عضليه تختلف تماما عشان الحاجات التقيله دي اللي هو يشيلها عننا. ما انا لو قلت له مش هيرضى يقوم او هيكسل او اقول لك انا سيبيها. طب الانبوبه مش هنعرف لو انا ما نزلتش الانبوبه. والله العظيم والله العظيم كانت واحده بتقولي بتنزل الانبوبه من فوق السطح للدور التاني وهو قاعد تحت. فانا قلت لها كده نصا ان شاء الله ما طبختي لما انت هتشيلي الانبوبه على قلبك من فوق السطح لحد الدور التاني وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون. طب ده كلام ده ما يرضيش ربنا اصلا، ازاي يعني؟ فانت لو هو مش هيعمل ده خالص، وانا والله لا بقوي ستات ولا بقول لحد اعمل مشكله ولا بقول لحد اعمل حاجه، ولكن لا يصح الا الصحيح. ما يبقاش هو قاعد باشا حاطط رجلي على رجلي بيتفرج على التلفزيون ولا بيقزقز لب وانت طالعه تشيلي مرتبه على راسك او طالعه تجيبي الانبوبه من فوق السطح. طب ده كلام؟ لا دين ولا اخلاق ولا عرف ولا اي حاجه. لما تلاقي الحاجه فيها صعوبه وفيها خطوره عليكي ما تجازفيش. طب ما طبختلناش ليه يا ام فلان؟ والله انا قلت لك هات لي الانبوبه من فوق وانت ما جبتهاش وانا مش قادره اشيلها بكل وضوح. انا ما نظفتيش الاوضه ليه؟ ما انا قلت لك المرتبه كانت محتاجه تتحط في الشمس بس عشان اخلص وانت ما حطيتهاش. حطيه في الصوره الصحيحه من غير مشكله، من غير تقطيم، من غير ما انا قلت لك وانت ما عملتش وانا قلت لك لا بكل هدوء وبادب وبرقي. انا قلت لك كذا كذا وانت مش عملتها وانا ظهري بيوجعني، عملتها قبل كده وظهري تعبني فانا مش هقدر، وبرقد في السرير بعدها وباخد حقن وبتاع وكلام من ده. اي حاجه متعبه على جنب خلاص ما بقتش بتاعتي. يبقى واحد، توزعي المهام على البيت وعلى الولاد. اي حاجه تقيله وكبيره هتتعبك وهترهقك لازم مساعده جوزك فيها. رقم 3، ما ترهقيش نفسك في البيت زيادة عن اللزوم. حافظي على الشكل العام ان البيت يبقى مهندم ورايق ومكنوس بالمكنسة بشكل كده يعني الناس تعرف تقعد فيه وهي مرتاحة، ما يبقاش كل حاجة متهرجلة كل حاجة بايظة. تحافظي على مستوى معين في نظافة الحمامات، بلاش الهري والدعك، بلاش الستات اللي هي طول النهار متعلقة في النجفة وماسكة الليفة والصابونة والكلور فايح من البيت. نظافة على عيننا وعلى راسنا. وانا شخصيا يعني من الناس اللي دايما تحب تتكلم عن النظافة وعن الحاجات دي، ولكن مش على حساب صحتنا. هتيجي على حساب صحتنا؟ لا، لازم نوازن علشان احنا هنحاسب عن صحتنا وهنحاسب عن شبابنا فيما افناه. اقول يا رب انا فنيته في الدعك وفي التنظيف وفي الطلبات التقيله طبعا اولادنا كل حاجه بنؤجر عليها، ولكن ربنا عرفوه بالعقل زي ما بيقولوا كده. حطي صحتك قدام عينك الاول وتعاملي بناء عليها 1 2 3. وبعد كده اي حاجه تيجي هتلاقيها لود على صحتك لا مش هينفع، بس بطريقه لائقه ومهذبه وجميله. اخر نقطه، احرصي على تغذيتك الكويسه. لازم تاكلي كويس ولازم تاخدي فيتامينز كويس ولازم تسالي دكتوره نسا لو انت انقطع عنك الطمس. لازم تاخدي فيتامينات كويسه تعوض. لازم تلعبي رياضه كويسه. وتاخدي بالك من صحتك بشكل طبي، رياضه وفيتامينز وتغذيه كويسه فواكه وخضروات والحاجات دي كلها، وتدعي لي دعوه حلوه. ربنا يبارك فيكم جميعا ويرزقكم ويرزقنا الصحة والعافية. وخلي بالك هقولها لك تاني، محدش هياخد من صحته ويديكي. ربنا يقويكي وتفضلي دايما واقفة على رجلك مش محتاجة تتسندي على حد، لان في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الا من رحم ربي طبعا بقى قليل اللي انت تقدري تتسندي عليه جامد. هيسندك النهارده وبكره، بعده وبعده هيبقى مشغول ومش فاضي. فاتسندي على نفسك، ومن قبله طبعا خير سند ومعين لنا في الدنيا هو رب العالمين. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. السلام عليكم.